الفترة الجاية هنتكلم عن أجمل شواطئ في العالم، والنهاردة هنتكلم عن شواطئ جزر سيشل، وخاصة أجمل 5 شواطئ في سيشل. تعتبر جزر سيشل من الوجهات السياحية المشهورة اللي بيجيلها الزوار من كل مكان، وموجودة على المحيط الهندي شرق قارة أفريقيا بمساحة 459 كيلو متر، وفيها أنواع مختلفة من الحياة البحرية اللي ما شفتوهاش في مكان قبل كده. فهي محاطة بالشعب المرجانية اللي بتخلي الموج أهدى والبحر مستقر نوعا ما، وبيعيش فيها أنواع مختلفة من الأسماك والسلاحف البحرية العملاقة. والحقيقة إن جزر سيشل عددها 115 جزيرة، لكن 30 جزيرة بس هي اللي موجود عليها حياة وبيزورها الناس. ونقدر نقول ان المميز في جزر سيشل الشواطئ المرجانية والمياه الصافية والرملة لونها ابيض ومناخها استوائي. فيلا بينا ناخد جولة في اجمل شواطئ جزر سيشل. اول شاطئ هو شاطئ أونسلاتيو. شاطئ أونسلاتيو في سيشل بيقع في الركن الشمالي الغربي من جزيرة براسلين، وهو مش بس من افضل شواطئ سيشل، لا ده كمان احد افضل الشواطئ في العالم كله. الرملة بتاعته صافية ومية الشاطئ كريستالية، وكمان بيحاط بالشاطئ نباتات كثيفة واحجار جرانيت ضخمة بتديله منظر ساحر. فهو بيئة مثالية للغطس، وتقدر تاخد فيه احلى صور في العالم. تقدر توصل لشاطئ أونسلاتيو عن طريق انك تأجر عربية او تحجز في الاماكن المخصصة لرحلات السياحة في سيشل. تاني شاطئ من اجمل شواطئ سيشل هو شاطئ جراندونس. شاطئ جراندونس تم اختياره كأفضل شاطئ في العالم من قبل CNN سنة 2013. الشاطئ المياه بتاعته صافية وموجود نباتات كثيفة وصخور ضخمة، وهو يعتبر أحد أفضل شواطئ جزر سيشل عشان المناظر هناك رائعة بتخلي السياح يجوا من كل أنحاء العالم عشان يستمتعوا بيه. وتقدر توصل للشاطئ ده عن طريق ان انت تأجر عربية او تركب عجلة. ثالث شاطئ هو شاطئ بوتيتانس. شاطئ بوتيتانس هو جنة على الأرض. الشاطئ بيضم كمية كبيرة من الرملة البيضاء ولون المية فيروزي. الشاطئ للأسف غير مخصص للسباحة عشان فيه موجات وتيارات أكتر شوية من باقي الشواطئ. فلو انت رايح عشان تستمتع بالسباحة فاختار اي شاطئ تاني من شواطئ جزر سيشل، بس لو رايح تستمتع بالطبيعة والمناظر الجميلة فهيكون اختيار مثالي. شاطئ بوتيتانس موجود في جنوب شرق جزيرة لاديج، وافضل طريقة تستخدمها عشان توصله انك تروح بالعربية لغاية شاطئ جراندونس وتكمل باقي الطريق مشي على رجليك. رابع شاطئ هو شاطئ أنصارس دارجن. يقع شاطئ أنصارس دارجن في الساحل الشرقي من جزيرة لاديج. يتمتع الشاطئ بالرملة البيضاء والمية الهادية اللي لونها فيروزي، وحوالين المية موجود أشجار جوز الهند وكتل من الجرانيت اللي اتشكلت بمرور الوقت. ولو أخدت جولة جنب الشاطئ هتلاقي مزرعة لجوز الهند والفانيليا، وتقدر تشوف السلاحف العملاقة. فيعتبر شاطئ أنصارس دارجنت أحد أجمل وأشهر شواطئ جزر سيشل عشان هو أكتر الشواطئ اللي تم تصويرها على كوكب الأرض، فهو مكان يستحق الزيارة. خامس شاطئ وهو يعتبر شاطئ ومنتجع سياحي هو شاطئ بوفالون. شاطئ بوفالون من أشهر شواطئ سيشل، وواحد من أشهر المنتجعات السياحية في جزيرة ماهي، وأكتر الشواطئ حيوية وحركة، ومناسب جدا للهانيمون، فهو مريح للأعصاب والاستجمام. الرملة بتاعته ناعمة وميته صافية، وموجود على الشاطئ معهد للغوص وأنشطة وبرامج الألعاب المائية للناس اللي بتحب الحاجات دي. وبس، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، وتستنوا فيديوهات عن باقي أجمل شواطئ في العالم، وقولولي تحبوا نتكلم عن ايه تاني. باي باي.